سلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا كتقضيو عطله صيفيه زوينه ومرتاحين، ارتحيتوا من الروتين المدرسي. كنتمنى الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تابونوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. واليوم غادي نشارك معكم تتمه ديال الفيديو السابق ديال الفلوق اللي شاركت معكم في مدينه مراكش. هنا النهار الثاني فشدينا الطريق الويركان، واحد البلاصة اللي كاينة في النواحي ديال مراكش، جات حدا. المهم كدوزو على واحد البلاصة سميتها أسني، بالنسبة اللي كيعرف هنا النواحي كنحاول نعطيكم الأسماء. المهم كديروا غير أسني كيعطيكم GPS وكتمشيو الطريق نيشان حتى كتلقاو المنطقة اللي سميتها ويركان. صراحة منطقة اللي زوينة رائعة. هنا كنشارك معكم شوية الطريق كي دايرة. المهم البنات باش تاخدوا هكا فكرة غادي نشارك معكم الرياض اللي جلسنا فيه، الأثمنة كلشي صراحة داكشي زوين طوب. بالنسبة للناس اللي كيعشقوا الطبيعة، أحسن مكان أنكم ترتاحوا فيه، يعني أحسن من زعما بالنسبة لمراكش راكم عارفين كاين الضوضاء كاين شوية الهذا. المهم كدورو حتى هو عنده الجو ديالو الخاص به، فقضينا فيه غير ليلة وحدة. وبالنسبة للبنات لهاديك البلاصة اللي جلسنا فيها في مراكش 300 درهم، نسيت ما ذكرش لكم الثمن وكنت خليته لكم في صندوق الوصف. بالنسبة لهاد البلاصة اللي غتشوفوا 400 درهم ولا علاقة بتما، غير هذيك الفرق اللي كاين كيف كتبت لكم. حيت جات في سونطر فيل، جات حدا جامع الفنا، يعني كيكون الثمن هكاك. مي هذا الثمن زوين، البلاصة زوينة كلشي زوين. المهم البنات انا غادي نحاول نشد لكم هكا الطريق شويه تشوفوا المناظر، واخا ماشي بحال العين المجرده صراحه داكشي زوين. غير في الطريق كتشوفوا كتستمتعوا زعما النفسيه ديالكم كترتاح. المهم البنات غادي نشارك معكم الطريق كامل كيف قلت لكم حتى نوصل ان شاء الله ونكمل معكم، فخليكم مع الفيديو. هنا البنات كنا قربنا لأسني، حاولت نشد معاكم البنات كيف قلت لكم الطريق باش تشوفوا الطريق كي دايره. كاينين البلايص اللي فيهم الطريق شويه اللي صعيبه، واحد البلاصه غادي نشوفوها يمكن من بعد فكرتني في بين الويدان. الطريق ديال بين الويدان كتخلعني انا داك العلو، عندي فوبيا من المرتفعات. المهم البنات هنايا غادي نوريكم واحد البلاصه كيحطوا الديسير ديالهم، صراحه الديسير عندهم زوين ورخيص بالنص ديال الثمن اللي عندنا حنا، يعني اللي 10 دراهم وما عندهم 5 دراهم.
الحب الملوك، البرقوق، داك الشي. وقفنا هنا خدينا الديسير مزيان باش نديوه معانا، لحقاش البنات داك الشي زوين باقي طري، ماشي غير الثمن اللي منخفض، ولكن حتى الطراوة يعني داك الشي باقي طري وزوين. ضروري إلا مشيتو توقفوا هنا تاخدوا الديسير راه زوين البنات. صافي وتوكلنا على الله باش غنكملوا الطريق ديالنا إن شاء الله. غادي نحاول كيف قلت لكم نوريكم الطريق هكا، كنشد لكم مرة حتى نوصلوا إن شاء الله. بالنسبة للويركان فما بعيداش هكا من أسني، يعني تقريبا شي 15 كيلومتر أو 17 كيلومتر باش اللي كتبقى. صافي كتمشيو ليها نيشان، يعني ما كدوروا لا هكا لا هكا. وصراحة المنظر ديالها زوين. وصلنا هنا البنات لهاد الرياض اللي دخلنا ليه، كتلقاو البلاكة ديالو هكا سميتو رياض ملاك. كتلقاو واحد الدخلة هكا على اليسار. المهم حاولت نشد لكم هكا الطريق بالنسبة اللي بغا يمشي تجيه القضية ساهلة. وراه كاينين لي فليش خلاص كيوريوكم فين تدخلوا وفين تخرجوا. الصراحة البنات المكان زوين ما نعاودش لكم، يعني اللي بغي الطبيعة والكالم يمشي لهاد البلاصة، اللي كيعشق الطبيعة يمشي لهاد البلاصة. راها زوينة. المهم هنايا الدخلة راكم عارفين ضيقة، لحقاش البني بحال هكا ماشي. المهم البني شوية قديم. صافي البنات غادي ندخلو حتى لداخل. راه كان الولد نيت كانت عندنا حنا النمرة ديالو كنا خديناه من عند واحد السيد وعيطنا ليهم. هنا البنات وصلنا حطينا الداك ديالنا ودخلت غادي نوريكم لي شومبر عندهم كيفاش دايرين. المهم هذا الشومبر الاول هو اللي شدينا انا، هو اللي ارتحيت فيه. غادي نوريكم حتى الثاني. المهم جاي هكا محلول على بعضياتو، ماشي كل غرفة بوحدها. هنا الناموسيات. وهنا في الدخلة كاين بحال صالون صغير. وعندهم البنات داكشي زوين، داكشي التقليدي القديم، اي حاجة قديمة غادي نوريها لكم. اي حاجة قديمة داز الوقت ديالها، دوك الادوات وداكشي عندهم. المهم هنا نكمل لكم الوصف ديال نكمل لكم الدورة هنايا. المهم كاينه التلفازة، كاين ويفي، كاين كلشي. كاين هنايا الحمام. المهم الحمام راه ما شديتوش لكم كامل، شديت لكم غير النص ديالو. ما دخلتش ليه، راه قد الطول ديالو قد العرض ديالو، يعني كبير الحمام. فيه الدوش، فيه كلشي، الماء سخون، كلشي. المهم راه قد الطول ديالو البنات قد العرض ديالو. المهم هذه هي الغرفة اللي شدينا حنايا في هاد الشوميني. فيه المهم كيهتموا بداك الشيء القديم كيف قلت لكم. وداك الشيء زويون، داك الشيء كتحسوا براسكم كترتاح سبحان الله أي حاجة طبيعية هكا كتحسوا بالكالم وصافي. المهم البنات هذه هي الغرفة الأولى، كانت الأشعة هنا ديال الشمس ما بانش مزيان. وهذه كانت الغرفة الثانية فيها هكا ناموسيات ديال كل واحد بوحدو، يعني 4 الأشخاص، ديال 4 الأشخاص. وكتدخلوا كتلقاو عاود 2 ناموسيات هنايا. وكذلك فيها الحمام راه بقى على اليمين هنايا، ديك هو الباب ديالو. المهم ما دخلتش ليه لحقاش كنت كنصور لكم بالزربه. هنايا قدام الباب البنات يعني فين تجلسوا. حيت هنا غير لتحت غير السفليه، كاين الفوق عاود لبغيتو تسكريو. حنا شدينا لتحت، هو اللي لقينا خاوي. الفوق لقينا كلشي مريزيرفي. وهنايا بحال هكا فيه هذه هي قدام فاش كتخرجوا، يعني كتشوفوا هذا الشيء. والدخله تما على اليمين. المهم دايرين داكشي هنايا سامبل. داكشي باش عجبني انا، داكشي سامبل جليسه مفرشين بهداك الفراش اللي كيتصايب باليد، يعني داكشي زوين. كاين لا بيسين البنات في داك الحيط اللي كان فوق منه النباتات، كطلوا منه كتلقاو هكا لا بيسين. وراه كيشوف الطبيعه، يعني دايرين بك جبال، دايرين بك كاين الغرس، كاين كلشي. الجو زوين البنات، الجو زعما قنعين نوصف لكم. انا دابا كندير المونتاج وما كرهتش نكون باقا في هاد البلاصه لحقاش ارتحيت فيها مزيان. هنا البنات غادي نوريكم هادشي اللي محتفظين به. صراحه هادشي كله قديم، يعني دوك الادوات اللي كانوا كيستعملوا بكري كلهم كاينين عندهم. شي حوايج عرفتهم، شي حوايج ما عرفتهمش. من داك الساروت الكبير، ديك اللومب اللي كانوا، ديك اللامبه ولا ماش كتسمى، هاد الميزان. المهم شي حوايج عرفتهم كيف قلت لكم. عندهم واحد المحرض العود عندهم. المهم داكشي زوين، داكشي يعني بحال اللي بغاو وليدات ويتعرفوا على داكشي القديم. الصراحه كلشي هنايا داك وقيلا منشار قديم، المنجل. المهم داكشي البنات والله الا ما زعما زوين، زعما انا عجبني. بالنسبه حتى للوليدات الصغار كتوريهم هادشي، يعني ما كيشوفوش. وصافي جابوا لنا واحد البريد ديال الاساي. البنات كيعطيوكم الفطور على حسابهم. بالنسبه للثمن البنات 400 درهم الليله. كان قال لنا 550 ونيغوسينا معاه، يعني كل واحد كينيغوسي على حساب الجهد ديالو.
وسميتو جابوا أتاي يعني داك هاد 400 درهم دخل فيها الفطور، كيجيبوا لكم فيها الفطور، غنوريكم الفطور هذا غير عطاونا أتاي يعني في الدخلة فشي يلاه وصلنا عطاونا هاد أتاي ودوك الحليوات، وصافي خدينا أتاي ونُضت هنا نكمل لكم الدورة. هنا كتطلعوا بالدروج للفوق، كتلقاو واحد لا تيغاس الفوق، حتى هو فيه داك الشي هاكا زويون، فيه الكراسي اللي بغا يجلس تما، وفيه لي شومبغ راه ديجا فيهم الناس. كيطل هاكا هاد لا تيغاس كيطل على لا بيسين وكتطلعوا البنات على المناظر الطبيعية، يعني داك الشي راه فاش كتشوفوه بعينكم ماشي هو كنصور لكم، لحقاش ملي كنصور يعني كتشدوا غير واحد البلاصة، أما بعينكم تتشوفوا كلشي مرة واحدة صراحة كيجي أحسن وأروع. وهنا البنات كطلعوا للتيغاس التاني اللي كيطلع على التيغاس الأول وكيطلع على هاديك الأرضية عاود، كيطلع على الريتشوسي يعني كتشوفوا كلشي عاود من الفوق. هانتوما غتشوفوا معايا كتشوفوا هاد لا تيغاس اللي دزت منه وريتو ليكم، وكتشوفوا الريتشوسي لتحت ولا بيسين، وهذا يعني واحد الإطلالة خطيرة زوينة. يعني اللي عجبني أنا هنا بعدا كاين المنظر، كاين ما علاش قلت لكم أنا لا علاقة بهاديك يعني في 300 درهم 400 درهم يعني كتجي بالنسبة لهاد المنظر وبالنسبة للثمن فزوينة، يعني تقضينا 3 أيام أحسن من ديك الليلة اللي دوزنا في مراكش، واخا حتى هي زويونة يعني كتخرجي وتشوفي، ولكن بالنسبة لي ديجا ما يجي لمراكش يجي هنا بالنسبة ليا أنا نيشان، يعني نيشان غيستمتع أكتر. صافي البنات هنا كتطل عاود على الواد كاين قريب، كتطلع على هاد الواد البنات قريب كتهبطوا حداه برجليكم، راه غادي نوريكم غنهبطوا ليه، كاين تما حداه فين تاكلوا فين ديروا الكوتي، ولكن بالنسبة لي أنا الكوتي هنا أحسن، يعني كيعطيوكم فيه شي حويجات زوينين والثمن قل، يعني الثمن قل على برا. غير باش تعرفوا يعني حاولت نعطيكم حتى الأثمنة باش ما حيت حنا النهار الأول خرجنا كلينا على برا، مي الغدا تغدينا على برا بالحق، الكوتي درناه عندهم وطلع رخص. وصافي البنات درت هنايا درت مزيان درنا استمتعنا شوية وهبطنا البنات باش لحقاش كنا وصلنا في الصباح، وهنا مشينا حدا الواد باش نتغداو. المهم كاينين الطواجن كاين كلشي، الطواجن ما بين 70 درهم 80 درهم، المهم على حساب الطاجين اللي بغيتو، وقل عاود لا خديتو طاجين صغير. المهم البنات هنا هاد البلاصة حتى هي زوينة، هنا كتهبطوا غير على رجليكم من هداك الرياض. كاين هكا الواد، كاين واحد البريد زوين، الكالم، الطبيعة، المهم كنحاول نوصف ليكم داك الشي على قدر المستطاع، ولكن إلا بغيتو تمشيو لهاد البلاصة بغيتو ترتاحوا فتمشيو ليها زوينة البنات، يعني الطبيعة فقط، ما كاين لا فين تخرجي زعما قصرية وداك الشي ديال التقضية وداك الشي ديال الدوري وتضيعي فيه الوقت. هنا فقط كتبقاي تستمتعي وترتاحي وتنساي ديك الضوضاء ديال المدينة الصراحة. وهنا البنات جينا جلسنا باش نتغداو، حاطين هنايا الكراسة ومزقفين واحد البلايصات هكا بالعود وداك الشي يعني طبيعي زوين، وأون فاس لهداك الواد يعني كتجلسوا كتغداو تما. بعد ما تغدينا خدينا طويجين وجينا هنايا لابيسين دوزنا فيه وقت حتى هو زوين، المهم خطفت ليكم. وهنا الكوتي البنات اللي خدينا بالثمن ديال 50 درهم، فيه مسمن فيه داك الشي فيه الحريرة، يعني كلشي 50 درهم. وهاد الديسير البنات فابور من عندهم، ماشي الديسير اللي شفتو في الأول هداك هو اللي تقدينا من الطريق، وهاد الخوخ اللي عطاو لينا من عندهم البنات حلو زوين، عطاونا هذا وزادونا واحد آخر في الليل، يعني ناس ظريفين بمعنى الكلمة كيفاش كيتعاملوا. يعني غير هما عائلة اللي مسيرين هاد الرياض ديالهم، فكتحسي راسك في وسط العائلة ماشي وسط، ماشي بحال في لوطيل وديك الرسميات وداك الشي ما كاينينش، داك الشي زويون، بغيتي شي حاجة كتكومونديها. وصافي البنات قضينا الليلة ديالنا كاملة هنايا. دوزنا هذا هو النهار كيفاش دوزناه وجلسنا هكا في الليل. المهم إلى فيديو قادم إن شاء الله.